واش غنقول لك اختي نعاودها لك كي الخرافه. هذيك الدار كانت اول دار غادي نكريو مورا الزواج. كنا كارين في رياض الولفه بارتما سفليه، وبحكم اننا كنا يلاه تزوجنا بادين من الزيرو. داكشي اللي كان فيها شريناه عن حب، يعني كل شهر كنا كنشريو حاجه. خدامه انا وراجلي في نفس الخدمه، وكان عندنا روبو نهار الاربعاء بجوج، في نهار واحد كنشدوه. هادشي اختي غيوقع لينا بالخميس. كالعاده فقت مع الصباح بكري، وجدت الطويجين حطيته فوق البطاطا، طفيت عليه وغطيته باش ملي نجيو من الخدمة في العشية نلقاو باش نتعشاو. فاش رجعنا من الخدمة في العشية، راجلي مشى يحط الموطور عند الكارديان اللي كان اون فاس معانا، وانا دخلت باش نحل الباب. الدخله اللي غندخل الساروت ونحل الباب كنلقى بلي الباب محلول. دفعت الباب، اول حاجه غادي نرديها البال هي التلفازه ما كايناش. رجعت عند راجلي قلت لي حمزه، واش نتايا الصباح خليتي الباب محلول؟ قال لي لا، راه تي اللي سديتي الباب الاخرى. قلت ليه لا، راه انت رجعت هذيك الرجعه اللي غنرجع عاود حليت الباب. عاد كنستوعب بلي انا فعلا ما كايناش التلفازه. عاد فهمت باننا رحنا تشفرنا. ما كايناش التلفازه، داكشي اللي تحت منا كله ما كاينش. وواحد الكفاكات مازال محطوطه عند الباب، مازال ناويين يرجعوا باش يهزوها. خرجت كنجري عند راجلي قلت له حمزه راه حنا تشفرنا. قال لي يا برك عليا بداك الضحك الباسل. قلت لي راه والله حتى تشفرنا. صافي خلى الموتور بالزربة ورجينا جا دخل. مع ديك الدخلة اللي غادي ندخلو عاوتاني للدار، كيبان لينا البيت النعاس كله ما كاينش. ما كاينش لا مانط، لا كوفرليات، لا حتى شي حاجة. حوايجي تهزو، حوايجي اللي كانوا باقيين جداد تهزو. الماع اللي كانوا في فوق الثلاجة كلهم بحكم ما كانش عندي بلاكار كتمستفى ماعناتي في كراطر وديرهم شي فوق شي في الثلاجة. هزوهم كاملين. صناديقة كديرها تحت الناموسية، عرفتي كلشي ريتلوه كلشي هزوه. صناديقة تحت الناموسية خاشياها فيها شي بركة ديال الفلوس، وفيها ذهبي كامل اللي انا جبت معايا في عرسي. كله فيه في هذيك الصناديقة. بقى عندي غير الساروت ديالها. داوها بكلشي ليها الشارجورات طمعوا فيهم كلشي. داكشي خرج رحيل رحيل. والواعره اختي اللي ما غطيحش لك على البال هو داك الطاجين اللي انا وجدت الصباح تعشاو بيه اختي. كلاوه، كلاو الطاجين وشربوا المناضة من الثلاجة، وهرسوا لي الكيسان في وسط الكوزينة اللي شربوا فيهم المناضة. عاد خرجوا. واختي هذه هي قصتي وقصة الدار اللي تشفرت ليا. عيطنا على البوليس، عيطنا على الشرطة العلمية، جات داو البصمات. كل سيمانه كنمشيو عندهم تنقول لهم واش كاين شي جديد في القضيه، تيقول لك لا مازال ما جاوش البصمات من الرباط. ايوا داز تقريبا واحد الشهر وحنايا كل سيمانه كنمشيو. فقال لنا البوليس صافي ما تبقاوش تجيو، راه نهار غادي تكون شي جديد في القضيه حنا غادي نعيطوا لكم. لحد الان دازت 4 سنين عمرهم ما عيطوا لينا. وكلنا امرنا لله وبدلنا الدار تاني من جديد وبدينا تاني من الزيرو. وفي كل عواشر اختي تنهز يدي السما وتنقول يا ربي تاخذ الحق فيهم.